وصفتنا النهاردة مفيش اختلاف عليها، كبار وصغيرين بيحبوها. النقانق أو السوسيس أو الهوت دوج كله بيحبه وبيحب طعمه، وبيحب كمان يشتري سندوتشات من بره. النهاردة هنعمله في البيت بطريقة صحية، شكلها حلو جدا وكمان اقتصادية جدا. بنشتري السندوتش غالي من بره، هنعمله في البيت بشكل يجنن وطعم يجنن جدا. كام تكة كده مهمين لازم تعرفيهم عشان تطلع معاكي أحلى سندوتشات بشكل صحي وكمان اقتصادي جدا. في البيت هنعمل بحاجة بسيطة كمية كبيرة، شكلها حلو جدا وكمان طعمها صحي بحبة خضار. هنغير الوصفة ونخليها صحية. أنا أفكار ميرو، ودي قناتي. يا رب الوصفة النهاردة تعجبكم. قبل أي كلام يلا بينا نصلي على حضرة النبي ونسمي الله. جبت كده الجريل اللي هبدأ اشتغل فيه، وحطيت فيه معلقة كبيرة من الزيت. هسخنها كويس جدا. اول ما تسخن الزيت معايا كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هجيب على طول الهوت دوج او سوسيس اللي معايا، وهبدأ احطه في الزيت يكون سخن جدا. ما ينفعش ابدا ان الزيت يكون بارد علشان ما يلزقش معانا في الصينية لو الصينية بتاعتنا كانت غير قابلة للزق. بصوا زي ما انتوا شايفين بقلب كده لغاية لما تديني كده لون حلو، اللون اللي رايح على اللون التحمير الجميل كده، وفي نفس الوقت تطلع المواد الحافظة اللي فيه. يعني الخطوة دي مهمة جدا وبتغير جدا في طعم الوصفة بتاعتنا. هقلب كده شوية حلوين لغاية لما تديني اللسعة او التحميرة اللي انا عايزاها علشان تخلي الطعم بتاعي مميز، وكمان يشابه جدا بتاع المحلات بره. زي ما انتوا شايفين اول كده يا حبايبي بصوا اللون يبدأ يغير معايا. هنبدأ نضيف الخضار بتاعنا الصحي الجميل. بس ما ننساش طبعا احنا واقفين في المطبخ نصلي على حضرة النبي ونستغفر دايما عشان ربنا يحسن ما بين ايدينا. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله اللون كان حلو جدا. انا ما ضفتش اي حاجة خالص غير حبة الزيت، وينفع كمان تستبدليهم بحبة زبدة لو حابة. هنا بقى هبدأ اضيف الخضار اللي معايا، واول حاجة هضيفها هي البصل مقطعاه جوانح بالشكل اللي انتوا شايفينه كده يا حبايبي. وهبدأ كده ادبل البصل شويه حلوين. والخطوه دي من اهم الخطوات بالنسبه لي. ما ينفعش احط البصل في الاول قبل السوسيس، لا حطيت الاول خد لون وبعد كده ضفت على طول البصل. الهوت دوج او النقانق من عشاق للاطفال، الاطفال بيحبوها جدا. حبيت اعملها صحيه وبشكل صحي. بعد كده يا حبايبي ضفت عليها الفلفل الالوان، اي فلفل متوفر عندك، بس انا كان عندي فلفل احمر واصفر واخضر ضفتهم كده. ويفضل ان ما يكونش فيهم حاجة حامية يعني عشان الاطفال يكون كمان بشكل صحي ليهم وياكلوه بألف هنا وشفا. زي ما انتوا شايفين بس هقلب الخضار تقليبة كده، مش هخليه يتهري معايا بس ياخد اللون، وكمان النقانق معاه تاخد كده الطعم منه. ما شاء الله حلوة جدا. النقانق السورية من احلى الوصفات اللي انا بحبها، ان انا مش بحب المصنعات، بس بالخضار طعمها حلو جدا ما شاء الله تبارك الرحمن. هنا بقى هنبدأ نتبلها مع بعض، حبة ملح، حبة شطة، حبة فلفل اسود، لو حابة تضيفي توم بودرة وبصل بودرة، حبة بابريكا، بس حبيت ما كلفش في التوابل اكتر من كده، وكمان تكون لطيفة وتكون كمان خفيفة. رشة الفلفل الاسود بس ورشة شطة، وحطيت نص معلقة من الملح وهقلب كده. لو ملاحظين انا مش عايزة الخضار بتاعي يتهري معايا، انا عايزاه بس يدبل كده وفي نفس الوقت يكون مقرمش ولسه لونه كده فيه ما شاء الله تبارك الرحمن. وصفتنا النهارده لذيذه وسهله، هتجربوها هتحبوها بالشكل ده جدا. طعمها مميز، شايفين كده ما شاء الله اتحمر السوسيس معايا بشكل حلو جدا ما شاء الله، وريحته بيت جميله. هنا خلاص قربت اطفي البوتاجاز، بس قبل ما اطفي البوتاجاز عليها احط كده معلقه صلصه او ممكن كمان كاتشب. بس الخطوه دي بتفرق جدا في الطعم، بتخليها زي اللي بنشتريها من بره وريحتها بتكون جميله جدا. قبل ما اطفي البوتاجاز كده بحاجه بسيطه بدقيقتين كده احط كده معلقه الصلصه او معلقه الكاتشب، وهتكون جميله جدا. هتاخد من الريحه والطعم وهتكون في منتهى الجمال. مش هقول لكم الريحه هنا عملت ايه في الولاد، لموا كلهم في المطبخ وكل واحد جايب سندوتش وعايز املهوله. ما شاء الله تبارك الرحمن. وصفتي ما اتحركتش من على البوتاجاز، وصفة سهلة وبسيطة سريعة، كمان عملناها بشكل صحي. بدأت كده اعمل سندوتشات للولاد ما شاء الله حبوها جدا، وحبوا الخضار اللي فيها جدا ما شاء الله. لو ملاحظين الخضار بتاعي ما اتهراش مني ولا حاجة، كان شكله كده ما شاء الله صحي وليه قرمشة جميلة. وصفتنا النهاردة يا رب تعجبكم، والفكرة النهاردة تعجبكم. كده اقدر اقول لكم في اخر الكلام صلوا على حضرة النبي العدنان واشتركوا في قناتي لو مش مشتركين، واعملوا لي لايك وسيبوا لي كومنت يفرحني، علشان اللايك بيرفع القناة والكومنت بيرفع معنوياتي. هكمل باقي السندوتشات
واكمل بقى عربية الهوت دوج اللي انا فتحتها او السوسيس اللي انا فتحتها كده. اقدر اقول لكم في اخر الكلام سلام.